العمل النقابي، موضوع الفسحة هذه البسيطة اللي محتاجين كلنا نصححوا مفاهيمنا يعني بخصوصها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مراد بلال، مهتم بالشأن النقابي ومتابع ليه يعني المستوى المحلي أو حتى على مستوى العمل الدولي. العمل النقابي هو عبارة عليه علاقة ما بين العمال وما بين رب العمل في المؤسسة. ليه أشكال، سواء كان عمل ينظم إطار نقابي ينظم علاقة ما بين مجموعة من أصحاب الاختصاصات المختلفة اللي يجمعها مكان واحد، وهذا يقولوا له يعني نقابات عمالية. وفي إطار تاني اللي هو اللي يجمع أصحاب المجال العمل الواحد معا ويقولوا له النقابات المهنية. النقابات المهنية والنقابات العمالية المفروض أن فيه إطار قانوني ينظم عملها داخل الدولة، اللي يسمح بمشروعية العمل النقابي أساساً هو مصادقة أو عدم مصادقة الدولة لمجموعة من الاتفاقيات اللي تعتبر إطار عمل داخل الدول. عندنا منظمة العمل الدولية عندها اتفاقيتين اللي هم 87 و 98 وليبيا مصادقة عليها، وعندنا منظمة العمل العربية وعندها اتفاقيتين اللي هي الثامنة وال11 اللي ليبيا مصادقة عليها. طبعا ما دامها مصادقة عليها هذا يرتقي بالنصوص اللي موجودة في الاتفاقيات لمستوى النص الدستوري حسب هرم القوانين، هذا الطبيعي اللي ينظم مستوى النصوص الحاكمة لأي يعني نشاط موجود في الدولة، سواء كان نشاط مؤسسة دولة رسمية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني. مشروعية التشريعات هذه أو نصوص هذه الاتفاقيات الدولية ترتقي لمستوى النص الدستوري. فبالتالي التشريعات المحلية المفروض ضروري ما تتفق مع النصوص اللي موجودة في الاتفاقيات. لو كان في خلل على مستوى التشريع البرلماني، طبعا عادة الدستور أسمى من نصوص البرلمان، فالنصوص القوانين اللي تصدر في الدولة اللي يشرع فيها البرلمان يشترط وضروري جدا من باب الوجوب، يعني حتمي مش اختياري، ضروري ما تتفق مع النصوص اللي موجودة في الاتفاقيات الدولية ما دام صادقت عليها ليبيا باعتبارها نص خلاص يصبح كأنه جزء من الدستور. المشهد الليبي للأسف فيه مجموعة كبيرة جدا يعني من التجاوزات والخروقات، اسمها هيك النصوص الموجودة في الاتفاقيات الدولية. أول خرق موجود لو بنراجعوا الاتفاقية العربية منظمة العمل العربية الثامنة، وتحديدا المادة الرابعة اللي محددة يعني من أمتى يبدأ العمل النقابي سليم وتقدر تمارس النقابات عملها طالما كانت النقابات هذه يعني عمالية على وجه الخصوص، بمجرد ما يتم إيداع المستندات المنصوص عليها عند الجهة المختصة. حدد القانون الليبي رقم 3 لسنة 23 اللجنة المختصة في البرلمان كسلطة أو كجهة يتم إيداع المستندات فيها. الخرق اللي صاير لنا القانون الليبي غير المسميات، فاستبدل مسمى التسجيل اللي يشبه تماما يعني الإجراء اللي ديره أي أسرة طبيعية لما يعني ينزاد مولود جديد عليها. هو المفروض الإجراء الطبيعي طالما المستندات والمطلوبة مستوفية للشروط فيتم إجراء التسجيل بكل سهولة. يمشي يعني رب الأسرة ويقدم الإجراءات يسجل، ما يقدرش السجل المدني طالما كانت الإجراءات سليمة بالكامل يقول لا والله أنا عندي رأي تاني، مثلا المولود ما فيش داعي يجي ولا ما. هذا طبعا طالما الشروط مستوفية والأوراق سليمة خلاص معناها بيتقيد بالتسجيل. تماما نشأة وميلاد النقابات العمالية لما تبدأ فيه رغبة حقيقية، هذا يقولوا له حماية حق التنظيم في منظمة العمل الدولية ولا الاتفاقية العربية الثامنة من منظمة العمل العربية. فكل ما يملكه المفروض السلطة المختصة زي اللجنة هذه المختصة في البرلمان أن تستلم الأوراق بمجرد ما تحط ختم إيداع المستندات على رسالة الإرفاق مباشرة خلاص المشروعية تكتسب من القاعدة، الترسيم يتم من خلال إجراء التسجيل. هذا عندنا مجموعة كبيرة جدا من المغالطات سواء كان في القانون رقم 3 لسنة 23 أو لائحته التنفيذية اللي هو القرار 29 لسنة 24 بحاجة لتصحيح جاد وحازم جدا. آراء الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية باعتبارها طبعا هي لجنة الخبراء القانونيين معنية بمتابعة التنفيذ وبالتالي الكشف عليه إيجابيات وسلبيات التنفيذ نفسه، وعندنا نفس العملية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية.
أنا نعتقد أن تسوية المغالطات هذه اللي نفترض فيها طبعا حسن النية والضم من جهة اللجنة المختصة في البرلمان، نعتقد أن المغالطات هذه لابد من تصحيحها لأنها مخالفة ومنافية لأصل دستوري يعتبر. طبعا الاتفاقيات ترتقي لمستوى الدستور، ونتمنى أن ممارسي العمل النقابي والنقابات العمالية تكتسب حقها الطبيعي في النشأة والعمل بعيدا عن المغالطات في الفهم. في الختام اللي نبي نقوله هم رسالتين: رسالة للعاملين بجميع أنواعهم في الدولة الليبية، ورسالة لأرباب العمل ابتداء من مسؤولين مؤسسات الدولة أو حتى مسؤولين مؤسسات القطاع الخاص. العمل النقابي يجب أن ينظر ليه بصفته صمام أمان. لما تصير تغيرات، وخاصة في الشأن الليبي التغيرات لا تنتهي، صمام الأمان الوحيد اللي يضمن أن تكون في علاقة صحية ما بين أرباب العمل وما بين العمال هو العمل النقابي. والإطار العام للعمل النقابي الاتفاقيات اللي تكلمنا عليها اللي تنظم حق التنظيم وحق المفاوضة الجماعية. التغافل والتجاهل هذا يولد بالمقابل عند العمال نزعة لمحاولة التصحيح بأي شكل حتى خارج إطار النصوص. فالاحتكام للنصوص يعني أن ضروري ما يبنى الفهم على أسس سليمة حسب أطر العمل النقابي اللي محددة وواضحة بشكل جلي في الاتفاقيات الدولية أو في الاتفاقيات العربية. البديل هو الفوضى الكاملة. هل بمشاكل نعانوا فيها في ليبيا كان من الممكن أن تصحح وترجع للمسار السليم بدون تجريم وبدون تغليط إذا كان العامل واعي بمسألة العمل النقابي، وإذا كان نفس العملية المشرعين المحليين وأرباب العمل أيضا واعيين على نفس المستوى. شكرا لكم والسلام عليكم.